أي حد في عالم تطوير الواجهات الأمامية أو الفرونت إند أكيد عارف المعركة الأزلية دي، معركة بين عملاقين رياكت وأنجلر. والموضوع على فكرة مش مجرد اختيار تقنية وخلاص، لأ، ده صراع بيعكس فلسفات مختلفة تماماً في إزاي بنبني الويب. وطبعا أول سؤال بيخطر على بال أي مطور سواء مبتدئ أو حتى خبير هو طيب مين الأحسن؟ أختار رياكت ولا أختار أنجلر؟ وده سؤال منطقي جدا، يعني كلنا بلا استثناء سألناه لنفسنا في وقت من الأوقات. بس الحقيقة الصادمة إن ده هو السؤال الغلط أساسا. القصة أعمق من كده بكتير. المقارنة بينهم مش مجرد سباق سرعة أو مين فيه فيتشرز أكتر، الموضوع ليه أبعاد تانية خالص. طيب في الشرح ده احنا هنعمل ايه؟ هنبص الأول على الهدف اللي الكل بيجري وراه وهو الأداء. بعدين هنفك شفرة الفلسفتين المختلفين تماما ورا كل واحد فيهم. هنتكلم عن استثمار أنجلر اللي بتعمله في الأول قصاد مرونة رياكت، ونفهم ايه هي المقايضة الحقيقية ورا كل اختيار. وفي الآخر نوصل لازاي نختار الطريق الصح ليه. الأول وقبل أي حاجة خلينا نتفق على الهدف الأسمى. الهولي جريل بتاع أي مطور بغض النظر بيستخدم إيه هو إنه يبني تطبيقات ويب سريعة بتستجيب للمستخدم في لحظتها وتقدر تكبر وتتوسع مع الوقت. ده التحدي اللي بيواجهنا كلنا. وهنا بقى بتيجي النقطة المهمة. الاختيار بين رياكت وأنجلر مش المفروض أبدا يكون مبني على اختبارات سرعة سطحية أو بنش ماركس وخلاص. لا، هو قايم على فهم عميق للمقايضات المعمارية، الاركيتكتشرال تريد اوفس. يعني القصة مش مين هيحمل الصفحة أسرع في الثانية الأولى، لكن إيه التنازلات اللي الفريق مستعد يقدمها عشان يحقق أهدافه على المدى الطويل. وده اللي بيوصلنا لقلب الموضوع، إن كل واحد فيهم مش مجرد أداة بنستخدمها، لا، دي فلسفة متكاملة في بناء السوفت وير. البحث اللي بنستعرضه بيقسمهم لفكرتين عكس بعض. أولاً أنجلر، وده بيتبنى النموذج الموجه بإطار العمل. يعني إيه؟ يعني منصة شاملة ليها رأي واضح وصريح في كل حاجة، وبتفرض عليك هيكل معين ونظام من أول سطر كود. على الناحية التانية بقى عندنا رياكت، وده بيتبنى النموذج اللي بيحمل المطور المسؤولية. يعني مكتبة مرنة جدا بتدي للمطور حرية شبه كاملة، بس في المقابل تحسين الأداء بيعتمد بشكل أساسي على انضباط المطور نفسه وشغله اليدوي. رسالة الماجستير اللي بنستند عليها في الشرح ده لخصت الحكاية دي في جملة عبقرية. بتقول إن المقايضة دي في جوهرها هي السرعة وخفة حركة على المدى القصير مقابل هيكل وبنية قوية على المدى الطويل. يعني كأنك بتختار بين إنك تنطلق بسرعة دلوقتي بمرونة عالية، أو تبني أساس متين وقوي ياخد وقت أطول شوية بس يعيش معاك. طيب خلينا نمسك أنجلر الأول ونفهم قصة الاستثمار المبدئي دي. إزاي يعني الهيكلة الصارمة اللي بيفرضها ممكن تكون هي نفسها سر الأداء القوي بتاعه. عشان نفهم فلسفة أنجلر لازم نعرف مفهوم أساسي فيه اسمه ال Ahead of Time Compilation أو اختصاراً AOT. الموضوع ببساطة شديدة، أنجلر أثناء مرحلة البيلد، يعني وإحنا لسه بنجهز الكود، بيمسك أكواد ال HTML والتايب سكريبت ويحولها لك لكود جافا سكريبت فعال ومحسن جداً. كل ده بيحصل قبل ما المتصفح بتاع المستخدم يشوف الكود أصلاً. العملية دي بتتم على خطوات. الكومبايلر بيحلل الكود، بعدين بيولد منه نسخ محسنة، والأهم إنه بيفحص كل القوالب بتاعتك ويتأكد إن ما فيهاش أخطاء. تخيل كل الشغل التقيل ده بيتعمل في الخلفية قبل ما الكود يوصل للمستخدم النهائي أصلاً. طيب إيه فايدة كل الشغل اللي بيتعمل بدري ده؟ الفايدة كبيرة جدا. أولاً الريندرينج أو عرض الصفحة في المتصفح بيكون أسرع بكتير. ثانياً عدد الطلبات اللي بتروح للسيرفر بيقل. ثالثاً حجم فريمورك انجولار نفسه اللي المستخدم بيحمله بيبقى أصغر، ده غير إنه بيكتشف أي أخطاء في التمبلتس بدري جدا وإحنا بنبني المشروع، وكمان بيزود الأمان. كل ده هو المقابل للاستثمار المبدئي، إن المطور يلتزم بالهيكل اللي انجولار بيفرضه من الأول. طيب نروح بقى للجانب التاني خالص من العملة. عندنا رياكت، المكتبة اللي شعارها الأول والأخير هو الحرية والمرونة. رياكت طبعا مشهور جدا بان حاجز الدخول ليه منخفض، يعني سهل اي حد يبدا فيه بسرعه، وده اللي بيخليه جذاب لناس كتير. بس السهوله دي ليها ثمن. لما المشروع يكبر الاداء بيبقى معتمد بشكل شبه كلي على مهاره وانضباط المطور. البحث بيوصف ده بانه نموذج تحسين مكثف بيعتمد على الانضباط اليدوي، يعني المسؤوليه كلها على المطور. وفي اقتباس تاني من البحث بيوضح النقطة دي بشكل عبقري. بيقول ملف التعقيد اللي بيظهر بعدين في رياكت سببه الأساسي هو سهولة البداية، وده غالباً كان معناه إن المطور لازم يبذل مجهود كبير جداً في التحسين بنفسه. يعني ببساطة السهولة اللي في الأول دي ممكن قوي تتحول لتعقيد وصداع كبير لما المشروع يكبر. يبقى كده المقايضة الحقيقية اللي بنتكلم عنها هنا مش مجرد حاجة تقنية بحتة، لا، دي مقايضة تنظيمية وإدارية. احنا بنتكلم عن المقارنة بين قابلية التوسع على مستوى الفرق الكبيرة
قصاد حاجة اسمها إرهاق اتخاذ القرار. والجدول ده بيلخص نظرة المطورين للموضوع ده. لو بصينا على الأونبوردنج أو إدخال مطور جديد للفريق، فأنجلر صحيح منحنى التعلم في الأول صعب، بس لما الفريق بيكبر إدخال أي حد جديد بيكون أسرع بكتير، لأنه بيدخل على نظام واضح. في رياكت العكس، البداية سهلة بس ده ممكن يخلق أنماط كود مختلفة ومشتتة جوه نفس المشروع. بالنسبة للهيكلة، أنجلر منظم وله رأي، رياكت مرن وملوش رأي، وطبعا ده بيأثر مباشرة على قابلية التوسع والصيانة على المدى البعيد. البحث بيأكد على نقطة مهمة جدا، إن الميزة الكبيرة في أنجلر هي قابلية التوسع التنظيمي، يعني قدرته على إنه يكبر فرق العمل بسهولة، وخصوصا في الشركات الكبيرة والمؤسسات الضخمة، وده كله بفضل التناسق والنظام اللي بيفرضه على الكل. أما رياكت فالمرونة بتاعته دي ممكن تتقلب ضده وتبقى سلاح ذو حدين. لما كل مطور أو كل فريق صغير عنده الحرية الكاملة يختار المكتبة دي والستيت مانجمنت ده وطريقة الكتابة دي، ده بيخلق حاجة اسمها decision fatigue أو إرهاق اتخاذ القرار. كتر القرارات المطلوبة بتستنزف الفريق وبتبطئ عملية التوسع. تمام، بعد كل ده نوصل للسؤال الأهم: إزاي نختار الطريق الصح؟ البحث هنا بيقدم لنا توصيات عملية واضحة جدا. الخلاصة ببساطة، رياكت هو الاختيار الأمثل للمشاريع اللي بتركز على سرعة التطوير والتجربة زي ال MVPs أو ال Prototypes، أو أي موقف المرونة فيه هي الأولوية رقم 1. في المقابل، أنجلر هو الاختيار الأنسب للأنظمة الضخمة على مستوى الشركات الكبيرة، ال Enterprise Level Systems، المشاريع اللي التناسق والصيانة والبنية القوية على المدى الطويل هي أهم حاجة فيها. وزي ما قلنا، الشرح ده كله مستوحى من رسالة ماجستير قدمها نعيم حسن خان في جامعة جامك للعلوم التطبيقية، واللي بصراحة قدمت زاوية جديدة وعميقة جداً للمقارنة الأزلية دي. يبقى في الآخر السؤال الحقيقي مش مين الأفضل، لكن السؤال هو فريق العمل بتاعنا بيبني إزاي؟ إيه ثقافة الفريق؟ إيه أهداف المشروع على المدى البعيد؟ الفلسفة اللي بتمشي مع طريقة شغل الفريق وأهدافه هي اللي هتحدد الاختيار الصح في النهاية.